نكتشف ضيف الصباح الثاني لنهار اليوم ونعود. معنا كل من معنا السيد حميد فاضل، نقدر نقول متطوع مبادر في العمل الخيري ولا في المجتمع المدني، نقدر نقول صانع محتوى، كل مره يزور مكان ولا يعيش لنا الاكسبيريونس تاعو، يكتشف يعني طبيعه المعيشه في هذاك المكان، يروج للسياحه كذلك، يقوم بنشاطات خاصه بالاطفال، نشاطات رياضيه، اكيد كله طاقه كله ايجابيه. نسعد باستضافه السيد حميد فاضل، مرحبا بك. يعطيكم الصحة على الاستماع. واش راك لاباس؟ الحمد لله. راك الاز يا اخي؟ صافا شوية. صافا، راك عيان، تبانك عيان. أنا شوية عيان. أنا لا بالي علاش. أكيد حميد فضل حضورك هنا باش نحكيو على نشاطات قمت بها مؤخرا، من بينها المخيم الصيفي الخاص بأطفال رويسو، نقولوا أطفال رويسو نقولوا بانتقاء. مخلطين شوية، مي صح بريوريتي شوية ناس رويسو. ناس، احكي لنا شوية على هذا النشاط، قبل ما نروحوا للنشاط نتعرفوا عليك شوية. شكون حميد فاضل؟ حميد فاضل محاسب. أوكي. يعني في الحياة الطبيعية كما يقولوا كوتيديانمون نخدم كونطابل. مي بعض الأيام متطوع، في عام كومبلي نسيي كيفاش نلقى الوقت بين الخدمة تاعي والوقت اللي نمدو للناس. يعني كمحاسب وفي الوقت الفارغ تستغل وقتك باش تمد حاجة إيجابية، تمد يد مساعدة على طريقتك وعلى حسب إمكانياتك للأطفال ولا للناس ولا النشاط اللي تكون فيه. نعاودوا نحكيو دامنا في فصل الصيف، نحكيو على المخيم الصيفي اللي كنتم منظمين وكنتوا واقفين عليه أنت ومجموعة من المنشطين. تقدر تحكي لنا على هذه الاكسبيريونس؟ هذا المخيم الصيفي بديناه في 2003. نقدر نقول سي ما 20 اني، العام العشرين. الله يبارك، تجربة 20 سنة بالتخيل. بديتو مع ناس، يعني كي صار البروبليم المشكل تاع السيزم في الجزائر لو 21 ماي 2003 زلزلة وشوية فترة صعبة كانت في الجزائر. كانت فترة صعبة. كانوا شوية من الدراري متأثرين. حميد، نحكيو على العمل التطوعي، نحكيو على العمل الخيري، اللمسه اللي تقدمها الاطفال، الجانب الايجابي، الحاجه المليحه لانه علاش خليت حميد فاضل كمحاسب خلاه يدخل الجانب الايجابي الجانب الخيري ويخدم الاطفال، لماذا؟ انا كي كنت صغير انا تلاقيت بناس كيما راني دوكا مع الناس مع الصغار، دوك هذوك الناس شغل انفلونسيوني. قلت ان شاء الله كي نكون قادر ولا نقدر ندير حاجه ماذا بيا نشبه لهاد الناس. دونك بديت ندير هذا التطوع، وكل عام نخير ايكيب سبيسيال، سواء اللي كانوا بكري دي زيلاف كبروا رجعتهم منشطين، دونك هذوك سي لي ميور انيماتور، سواء نشوف لي زيتيديون اللي هذا وين جاب الباك تاعو راح يدير لينيفرسيتي ولا دي زونيفرسيتير، شغل هذوك اللي فارغين شغل مازال ما مشي يخدموا. كي يكون واحد يخدم شويه صعيبه. اكيد نحكيو على الصنف تاع المستفيدين من هذا النشاط، ومن بعد نحكيو على برنامج النشاط كيفاش يتم. كي تقول الصنف تهضر على الدراري؟ على الدراري واش من لا كاتيجوري؟ على الاطفال. انا بيسك انا من رويسو، من العناصر، من رويسو، من حي بالوزداد. يعني نبدا هي دي بريفرونس نبدا بصحاب الحي، فوالا، اللي ما راحوش فاكونس، فوالا يستغلوا الوقت، اللي ما ليهم بين زوج يخدموا ما كاش كيفاش. والبلاصه اللي خيرتها ندير فيها المخيم الصيفي. هي ماشي اكزاكتومون مخيم صيفي، هي نشاطات صيفيه، لانه نجيبهم عاد الساعه ونرجعهم على 4 شهور كل يوم يروحوا للمسجد، برك يجوا يديروا واش يحبوا. صح. وكيفاش تتم برنامج النشاط وشنو هي نوعيه النشاط اللي تقدموها؟ نوعيه النشاطات كاين يامات وين نريحوا داخل البلاصه اللي انا فيها، دار كيسباس كبير، وكاين يامات هي نديروها 3 سمانات من الحد للخميس، من الحد للخميس، من الحد للخميس. 3 سمانات كانت النشاط هذا؟ 3 سمانات من الحد للخميس، من الحد للخميس. الويكاند مع عليهم. وفي 3 سمانات شاك سيمان عندك يومين يريحوا في الدار ولا 3 ايام، ويومين خرجات بحر، معناج، متحف. دونك كل سمانه نديروا لهم خرجه. وكيف يقعدوا في الدار واش يديروا؟ كي يقعدوا في الدار الصباح يبداو يبريباريو النشاطات تاعهم. الفطور حنا عندنا نجيبوا كويزينيين نديروا لهم فطور وكلش. تهلاو فيهم يا اخي؟ نتهلاو فيهم باسكو الكويزيني سي ان فري كويزيني، يخدم في سان كويزيني ما يسمعش. دونك نقولوا
دو ميسيون، يخدم في مستشفى باي نعم، وسبيسيالمون على هذا المخيم ياخذ كونجي تاعو، ولا يخدم في الليل باش يجي يخدم عندنا متطوع هو المدام تاعو. مادام حكيت على هذا المتطوع، حكيت على هذه الفئه، نعاودوا نذكروا المشاهدين انه حميد فاضل من بين الناس اللي يقوموا بدورات تكوينيه مجانيه على ما اظن، مجانيه خاصه بالناس. كيفاش تقدر تعطينا تفاصيل هذه المبادره؟ الصم، ما نقولوش الصم والبكم لانه هو الصم والبكم يجي في لا، البكم ماشي حاجه اللي تزيد بها. هو علاش خيرت تقوم بهذه الدوره؟ لاخاطرش كي عرفتهم كي كنت صغير علموني اللغه ورحت معاهم، قعدت معاهم شهر في بجايه، قلت لي غير انا اللي نهضر وهما ما يهضروش، وعجبتني اللغه، وبيسك شهر قعدت معاهم تعلمتها ماشي بالعالي كما يقولوا. انا شفت باللي في العديد من المرات كنت تستضيف لك مجموعه اصدقاء وكل مره يتلاقوا بهم. كان احد الاصدقاء طلب منك انه تقوم دير لنا تي فورماسيون تعلمنا كيفاش نتعاملوا معاهم. اكزاكتومون. ليدي جات باسكو واحد من الصم يخدم معايا راح المستشفى، مرتو كانت حد زيد وصرا بروبليم دو كومونيكاسيون، وحكى لي هذا. الوغ حبيت شغل ان شاء الله كاع اللي يخدموا في هذا المستشفى لي لابوراتوار يفهموا اللغه. جاتني هاد ليدي وين لونسي هاد المبادره، اللي يحب يتعلمها يجي يتعلمها كل سبت و مجانا باسكو انا تعلمتها مجانا ما خلصتش عليها. دونك انا علموها لي هكذا كبر. دونك ان شاء الله انت تعلمها هذا، هذاك يعلمها الاخر، كما يقولوا نكريو ايفي بابيون. هكذا الواحد يقدر يتواصل مع كل فئه، هكذا الواحد ما يكونش هذا المشكل بروبليم دو كومونيكاسيون، هذا المشكل في المستشفى. ان شاء الله نيفيتيو باسكو هذه اللغه فو سافوار كاين ناس عن بالهم ما كاش بزاف صم في الجزائر، وراهم بزاف. دونك هادو راهم يكبروا، راهم يزيدوا عندهم ولادهم، كاين اللي يخرجوا ولادهم ما يسمعوش، كاين اللي يخرجوا ولادهم يسمعوا. دونك يفو بالك نكبروا هاد لا كاتيجوري فهاد لا فورماسيون، ان شاء الله بالك تروح شويه بعيد. حميد، في شق اخر ولا في مجال اخر نشوفك في كل مره انك تزور منطقه معينه في الجزائر القاره، تحاول تبارطاجي ليكسبيرونس تاعك، توري الجمال الجزائر بطريقتك بابسط امكانياتك. علاش اخي، علاش تحب من جهه شفناك كمتطوع وهذه الاخطار شفناك كمغامر؟ حميد نعرفك انا صافي شحال كمغامر، علاش خيرت هذا المجال؟ على خاطرش كنت نفواياجي بزاف للخارج، ومن بعد كي بديت كي حبيت نديكوفري بلادي لقيت باللي كاين بزاف بلايص ما كنتش على بالهم. دونك نقصت من لي فواياج للخارج، بدلت الوجهه ماشي يعني عندي مشكل فيزا، ما عنديش مشكل من هذه الجهه، ما كاش مشكل. لقيت بلي بلايص بزاف شابين في بلادنا، ويفالي بارطاجي هاد العفسه، يفالي تبين باللي قبل ما تروح لهيك ديكوفري بلادك، حوس بلادك، باسكو كاين عندنا لي 4 سيزون في الجزائر، عندنا تقدر تقول البلدان تاع العالم كاع راهم في الجزائر، مي لازم تروح لهم، لازم تروح. تقعد غير في العاصمه ما تقدرش تجوجي على بلادك. دونك كي تخرج من العاصمه وتروح حتى لتمناصت وكلش، تماك تعرف القيمه تاع بلادك. اكيد، وقيمه بلادنا لا تخفى للعيان، وجمال الجزائر لا يخفى للعيان. اكيد كان معكم حميد فاضل اللي شفناه في جانب تطوعي خيري، نشاطات خاصه بمخيم الصيفي 20 سنه اكسبيريونس يقدمها للاطفال، وشفناه في الجانب انه يقوم بتعليم، يدير دورات تكوينيه خاصه بفئه صم هكذا باش الناس يقدروا يتعلموا لغه الاشاره والتواصل، وشفناه في الجانب المغامراتي انه يكتشف جمال بلاده ويبارطاجي مع الاحباب العائله بكل، حتى انه كاين معكم يعني اشخاص من الخارج يشوفوا يندهشوا بالجمال الجزائري، يقول لك واو شكون هذه. يحسبونا رانا يعني مثل خطرات صورت في كرواتيا تحت الماء، وسمانه من بعد درت تصويره بخاص تشبه لها في جيجل، الناس عم بالهم مازالني في كرواتيا. فلك هذه النقطة الإيجابية أنه شفنا بعض من صناع المحتوى حطوا صور مختلفة من بقاع العالم وصور بالجزائر، نشوف كل مكان عنده صورة تاعو، ولكن تلقاها في الجزائر، في الصحراء مكان معين تلقاها في الجزائر، في الجبال تلقاها في الجزائر، في البحار تلقاها. هذا شيء جميل. أكيد كلمة ختامية حميد، كنت معنا حاضر ضيف في بلاطو نيو داي.
ماذا بيا لو كان يكونوا بلوس دو بيرسون يديروا هاد المبادرات ان شاء الله. انا جاب لي ربي لو كان يكون كل واحد هكذا في كاع الولايات تستقبلها ان شاء الله. اكيد حميد، ان شاء الله كما يقولوا كل شخص يكون بذرة خير، ويكونوا اشخاص مثلك يخدموا العمل التطوعي ويكونوا كمبادرين. الاهم هو مصلحة البلاد والمواطنين. اكيد من العمل التطوعي من المجتمع المدني تعرفنا على جمعية التقوى والإحسان، تعرفنا على حميد فاضل كمتطوع كصاحب مبادرة لتعليم لغة الإشارة، مغامر استكشافي. هذه المرة نروحوا للسياحة. مادام حكى لي على السياحة حبيت نديكم إلى مكان جد جميل، نديكم إلى ولاية بجاية، قبلة سياحية متميزة.